معلش بدأنا فيديو الرياكشن متأخر عشان كنت بعمل كذا حاجة، فحاليا الدقيقة 10 وبدأنا الماتش بدروب وحش قوي وهو إصابة علي معلول. وغير إن باين في الكاميرا ما شفتش أنا دكتور بدلاء، باين كان في حد بيلعب برجله الشمال، واعتقد ما فيش اصلا حد بيلعب برجله الشمال، حتى اللي كان بيلعب باك شمال معانا ما لحقش يتأيد وهو عمر كمال. وحاليا لعيبه الترجي مش بتلعب، لعيبه الترجي تحس نازله مجزره عماله تشيل في اللعيبه، ما بيلعبوش كوره، مش كده خالص غير الشماريخ. وده المتوقع من جمهور الترجي، كميه الدخان احنا في الصوره مش شايفين. الله يكون في عون اللعيبه. فاول يا رب، فاول يا رب، واقف على الشحات وحش قوي. بتعمل ايه يا عم شحات؟ بتشوط منين وبتشوط فين؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ يا عم البس القناع تاني يا عم، ايه ده؟ طب لو القناع لابسه كنا نقول مش شايف، لكن انت من غير القناع بتشوط فين يا اسطى؟ ايه ده؟ بتعمل ايه؟ الضغط العالي اللي عامله الترجي لغايه دلوقتي ده اللي مطلوب، وده المتوقع ان يحصل من الترجي. بس اللي مش متوقع كميه التطبيل اللي حاصله من عم شوالي. ماشي يا عم، انت مهما كان تونسي معرفه، باين تونسي هو اهو. مهما كان جنسيتك ايه بقى، انت من شمال افريقيا، مش كده خالص يعني. مش عارف اقول ايه، كميه تطبيل مبالغ فيها جدا جدا. هنكسب ان شاء الله، هنكسب، وكل التطبيل بتاعك ده يروح على الفاضي. واتمنى في العوده ما تكونش انت موجود. انا بسمعك عشان ما بحبش اسمع محمد علي بقى، ما بتفائلش بيه. الكابتن علي محمد علي ما بتفائلش بيه، بس مطبلاتي قوي. وغير كده لعيبه الترجي مستغله نقطه ان معلول متصاب، وكل اللعبه متجابها الشمال. يعني كل اللعب مكان علي معلول دروب حصل في التشكيل، بس ان شاء الله خير. اللعبه حلوه تقلش فين يلا؟ ده مين اللي قلش ده؟ يا اسطى الكورنر مرفوع جامد، مين اللي قلش ده يا عم؟ ايه اللي قلش دي يلا؟ والله الكورنر ملعوب بملعبها، ملعوب ايه اللي بقوله ده؟ ملعوب بملعب برضه. الكورنر ملعوب بمعلمه. معلش بقى التأتأة دي في توتر واجواء ماتش وبتاع اهلاوي وما عرفتش احكي بسبب تذكرتي، فاعذرونا. معلش عاشور عدى، بس برضه لعيبه الترجي مش بتلعب كوره، بتشيل بجد والله. تحس ان هم، شفت انت، جزارين بيلعبوا، مش لعيبه الكوره، مش كده خالص. ده اللاعب من دول لعيبه النادي الاهلي بيجي في رجله الكوره يمشي بقى 2 متر تلاقي راح جاي لاعب راح شايط. مفيش غير الضغط العالي ده مقلقني جامد بجد. يعني الضغط العالي اللي عاملينه الترجي ده مقلقني، بس ان شاء الله نقدر نمتص الضغط دوت ونخرج منها بخير ان شاء الله. حلوه الشحات عمل تسديده حلوه، بس في حد واقع في نص الملعب بالكادر وهو بيتحرك، شفت ان في حد واقع في نص الملعب. حلوه يا شحات، فعلا ما شتمته، حلوه قريبه، عاش. بس في حد واقع في نص الملعب، شفته وقع، يعني مش عارف، يا رب ما يكونش اصابه، ولا ممكن يكون واقع عادي. لو في حاجه ممكن نشكر عليها جمهور الترجي فهو اللي هم ما نسيوش اخواتنا في فلسطين من بنرات او من اعلام. احنا شايفين اعلام فلسطين مرفوعه في المدرج، وشفنا ان البنرات مكتوب عليها القدس وبتاع، فيعني شابوه لجمهور الترجي ان هم فاكرين حاجه زي دي. يا ريت برضه ندعي لاخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم. بعيدا عن الصوت اللي عمال يطبل ده، انا كنت رايح اقفل الكاميرا اصلا، ما اعرفش رايح اقفلها ليه. عمال يطبل، خلوا الشوالي يهمد. غربال شكله ايه؟ قاعد بيسمع كلام الشوالي اللي هو يقول له فاول يروح مد فاول، ما بيعيش حاجه ان هو ماسك الصفاره وعمال يصفر فاولات. مش كده يا عم غربال، مش كده خالص. يا رب انا قضيت من غربال ومن اسمه ايه ده الشوالي ده. فيها جمل، مش فيها امل، هي فيها جمل، ان شاء الله مش تيجي. ايوه يعني النضاره، يعني لا ايه النضاره. يا دين النبي، المخرج عمل ايه صح؟ المخرج انا ما شفتش الكوره غير راحه كده افتكرتها داخله جوه. كره الفاول دي المخرج مش عارف جايب ايه، يعني المخرج جايب ايه والله ما عارف. يعني انا افتكرت الكوره دخلت جوه، انا شفت الكوره بتتشك كده، شفت الحيطه بتنط وما شفتش الكوره. الاخراج في افريقيا بذمه الله.
اديله انذار يا عم غربال عشان خاطر الشوالي يرتاح. انا عايز افهم بس عبد المنعم عمال يعمل ايه؟ عبد المنعم عمال ياخد الكرة ويطلع يجري بيها، يعني هو مش مكفيه ان احنا اصلا الدفاع بتاعنا متبهدل، واصابه علي معلول مأثره بشكل مبالغ فيه على هجوم النادي الاهلي ودفاع النادي الاهلي. فانت مش مكفيك كل ده، والغلطات اللي عمالين تعملوها، عمال تاخد الكرة تطلع تجري بيها لنص الملعب. هو في ايه يا عم؟ نلعبك مهاجم يا عم؟ يا عم انت مدافع اقسم بالله، وده ماتش فاينل ومش في ارضنا. في ايه يا عم؟ جدعان اللعيبه من كتر الضغط عماله تباصي غلط، اللعيبه عماله تباصي غلط، في ايه؟ في حاجه غريبه في الزفت ده. يا عم باصي غلط، انا شايف كميه ميس باص كتير قوي، مش كده؟ ثلاث ارباع الماتش ميس باص. ملخص الشوط الاول كده في كميه ضغط عالي معموله من الترجي، وده المتوقع ان هو يحصل عشان بتلعب على ملعبهم وسط جمهورهم. كميه ميس باص معموله من النادي الاهلي، ممكن يكون من التوتر وكده وضغط الجمهور وبتاع، بس برضه يعني ثلاث ارباع اللي بيلعبوا في الملعب دول مش اول فاينل ليهم. فمش كده يعني، انا شايف في ميس باص كتير قوي معموله، ودي حاجه مقلقاني. بس الحمد لله احنا عدينا الشوط الاول وقدرنا ان احنا نمتص الدفعه بتاعتهم وان هم يبداوا ضاغطين، وان شاء الله نشوف حاجه الشوط الثاني. اي نعم زي ما قلنا علي معلول اصابته اللي في اول 6 دقايق ديت مأثره جامد على الفريق وعلى شكل النادي الاهلي اذا كان هجوميا او دفاعيا، بس عايزين نفوق ان شاء الله. ما بين الشوطين محاضره من كولر تظبط الدنيا، وان شاء الله نشوف الشوط الثاني، ويا رب يا رب نخرج بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. والتاني مره لازم نشكر جمهور الترجي. جمهور الترجي لما فتحت الفيسبوك كنت عملت سكرول شفت ان هم عاملين كميه فوات بجد، يعني شابوه شابوه لجمهور الترجي وللتاريخ الترجي ان هم متضامنين مع اخوات فلسطين، وعاملين كل تيفوهات معموله لا مخصصه لفلسطين. فللتاريخ الترجي بجد شكرا جمهور الترجي ان هم كانوا فاكرين حاجه زي كده، واللي هي لسه في بالهم وهي في بال كل واحد فينا، محدش يقدر ينسى. بس ان انت تعبر عن موقف زي دوت بالتفاهات وفي فاينل وبتاع، ناس كتير قوي شايفه الماتش، فشكرا لجمهور الترجي. اما لو نتكلم بقى عن الماتش، كولر لازما يطمع في الماتش. مجريات المباراه اللي تقول لك اللي هي تطمعك، اللي انت ممكن تكسب في الرد عادي يعني، مش معجزه. فان شاء الله ده هيحصل، ان شاء الله هيحصل. قول يا رب بس، قول يا رب ايه؟ انتوا الفيديو ينزل لكم بعد ما اولا يا رب يا رب. معلش بس انا هحترم غربال في كل حاجه، معلش يعني فوق راسي، بس انت عامل ماتش زي الزفت تمام. في كوره اكرم توفيق كان اللاعب بتاع الترجي مديله بايده في وشه، انت ما حسبتش حاجه، فحاليا تحسب فاول من منطقه خطيره وممكن يجي منها جول على اكرم توفيق. اكرم توفيق ما لمس رجل اللاعب نطت من فوق رجله ما لمس، ما فيش احتكاك بشيلن، فانت صفرت اول ما اللاعب وقع وحسبت فاول. فانا عايز اقول لك الكوره ممكن في مكان خطير وممكن يجي منها جول. فبجد بجد يعني اداره مباراه زي الزفت، يعني انت عامل مستوى زفت، انا مش عايز اقول لفظ يعني، بس مستوى زفت، مستوى تحكيمي انت منحاز للترجي. لا لا شايف، ربنا يستر عشان الكوره من مكان صعب. الحمد لله والله الحمد لله، بني على باطل فوق باطل عشان الكوره مش فاول، عشان الكوره مش فاول. الكوره كانت ممكن تدخل جون اهي. ده ليه؟ عشان خاطر عم مصطفى غربال مقضيها كده زي ما نقول بقى مجاملات، ولا عارف تقول حاسس فاول مش فاول. الكوره كان ممكن نلبس جول. كرة والواد راح الكرة يطلع للقائم الثاني ولوحده عم عبد المنعم اللي مقدم له وراه. الله اكبر على مستواك يا عبد المنعم، الله اكبر. ما جاش سرحان بمعنى كلمة سرحان. الواد لو بلع ارزخان قبل ما ينزل ما هيبقى كده. ربنا يستر. يا ديني على الكرة بتاعت امام عاشور دي، كرة رايحة. اتحكى شوية يلا، شوية يلا. يرضى يا جدعان. عملت بند، الكرة تبقى صعبة. يرضى بس كانت دخلت فيها ان شاء الله، فيها ان شاء الله. عايزين تسديدات من دي فيها ان شاء الله. يا عم غربال ايه لقطة عبد المنعم ورودريجو دي ما جاتش معاك بحاجة؟ الانذارات ما بتطلعش ولا هي وقعت على لعيبة الترجي ولا ايه؟ انا مش فاهم. ماشيه الرجل اهو، مش عارف بقى، بس الكرة طالعة من رجل عبد المنعم ديت تبقى ما فيهاش كدم كورة. لو الكرة طالعة من رجله فالمفروض ان هو داخل على رجله، المفروض بقى فيها انذار. تامر بدوي بتاعهم المدرب بتاعهم جاب لنا واحد زي تامر بدوي، مع احترامي لتامر بدوي يعني. بس يا عم غربال يعني ما شفناش انذارات لعيبة الترجي ولا هي بتقع؟ مساك تامر بدوي بتاعهم ده يا جدعان، والله في شبه جامد من تامر بدوي المدرب بتاعهم ده. بص التيفو يا جدعان بجد يعني والله. كل لما يجي تيفو اقول شابوه لجمهور الترجي، كل لما يجي تيفو بص كلهم غزه
ميدن غزه. يا عم ترسي يا عم ترسي، زي الكوره زي دي ما توقفهاش ازاي يا عم ترسي؟ الله يسيئك، دي لعبتك، ده انت مالك الكنترولات والكلام الجامد ده. لو وقفتها الكوره دي جون خلاص وريحتنا، الماتش خلص من رادس. يلا الحمد لله. دلوقتي هنزل قفشه مكان امام ورضا، فيعني نشوف شكل الجمهور هجوم النادي الاهلي دلوقتي ان شاء الله يكون احسن. انا متوتر، مش عارف ليه لغايه دلوقتي متوتر رغم ان الماتش ايزي يعني. هو 90% من قوه الترجي جمهورهم بس، لكن الترجي بالنسبه لي فريق يعني عادي ويحترموا كل حاجه، بس عادي يعني مش اللي تتقلق منه. انتهت المباراه 0-0 من رادس، فده كولر عمل اللي هو عايزه وكده الحمد لله، دي نتيجه ايجابيه. فالعوده في القاهره نشوف شكل النادي الاهلي وهنشوف هجوم النادي الاهلي اكيد، والماتش ان شاء الله يتحسم من القاهره. فكان ممكن نكسب الماتش عادي، كان كره ومجرى المباراه عامه كان يطمعك ان انت تكسب، بس الحمد لله 0-0 نتيجه مش وحشه. انت اهم حاجه ان انت ما دخلش فيه جوان، كان ممكن تجيب انت جوال وتسجل، بس النتيجه برده لحد ما نتيجه ايجابيه. في القاهره يكون الحسم، كولر عمل اللي هو عايزه وخد اللي هو عايزه من الماتش. ممكن يكون الجانب اللي هو بس مضايق ناس كتير وما انا واحد منهم، اللي هو اصابه علي معلول، وحاليا مركز الباك ليفت مفيش في القايمه كلها، القايمه الافريقيه حد بيلعب باك ليفت بقى له فتره يعني. مثلا يعني كان اللي بيلعب قريب لعب باك ليفت كان عمر كمال ما لحقش يتأيد، فدي برضو ازمه في الباك ليفت، ان شاء الله ما يقدروش يستغلوها ويكون النصر حالفنا. تاني حاجه مشكلتي مع تذكرتي، عشان كان في فيديو شورتس نزل امبارح فالناس ما وضحلاش الكلام. مشكلتي مع تذكرتي اللي انا الموقع فاتحينه قعدنا اكتر من 4 ايام، احنا عارفين ان التذاكر هتنزل قبل الماتش بيوم اللي هو ماتش العوده، فاحنا فاتحين الموقع بقالنا اكتر من 4 ايام وعمالين كل شويه نحاول ندخل نشوف لغايه ما اليوم احنا خلاص عارفين ان يوم الجمعه هينزل التذاكر، فكلنا قاعدين على الموقع. في مننا اللي حجز وفي مننا اللي ما حجزش، وانا واحد من الناس اللي ما عرفتش احجز رغم اني كنت قاعد على الموقع وفضلت مع الموقع لغايه الساعه حوالي 4 الفجر. مفيش حتى ما جاليش ثالثه يمين ولا ثالثه شمال ولا اي حاجه، ما عرفتش احجز. فالسيستم بتاع تذكرتي واذا كان سيلفر، فانا قلت ما فيه الكفايه في الفيديو شورتس اللي نزل حاجه يعني مستفزه. فدلوقتي انا بدور على حاجتين، يا ريت لو او حاجه واحده عامه، مفيش حاجه ثانيه عشان مفيش تذاكر تنزل تاني، خلاص كل التذاكر خلصت، فالتذاكر اللي بقى دعوات. لو حد يعرف حد معاه دعوات يا ريت يبلغني او يكتب لنا في الكومنتات وانا هرد عليه، يقول لنا ده موجود الدعوات، بس يكتب دعوات سعرها كام عشان في ناس بتطلب اسعار مبالغ فيها. فلو في دعوات يكتبوها لنا تحت في الكومنتات، اللي معاه دعوه يعرف حد معاه دعوات يبلغني برده، هكون شاكر ليك جدا. كده نكون وصلنا لنهايه الرياكشن مش زي كل مره عشان الماتش زي ما انتم كنتوا شايفين الماتش كان فيه تكتلات دفاعيه والكره ما كانتش احسن حاجه في الماتش. اشوفكم الرياكشن الجاي لو حصل وان شاء الله رحت الاستاد، فان شاء الله الرياكشن هيكون من الاستاد. لو ما فيش استاد وربنا مش رايد هيكون الرياكشن زي ده. شكرا على المشاهده، اشوفكم الحلقه الجايه، دمتم بخير.